حبايبي، اهلا وسهلا بكم مطبخ لومية. شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. اليوم راح اسوي لكم طبخة جديدة، راح اسوي معكرونة بالبشاميل. معكرونة بالبشاميل شنو احتاج دجاج، لان راح اسويها معكرونة دجاج بالبشاميل. شنو احتاج؟ هنا عندي دجاجة قطعتها لان راح اسلقها، وحضرت المطيبات مالتها على مود الزفرة مالتها تطلع. والبشاميل تعرفوا احتاج زبد وطحين وحليب، وراح اسوي فد كيلو ونص معكرونه اسلقها زين اني. واحتاج جبن، جبن نوعين اني احط لها. احب احط لها جبن اصفر اللي هو تشيدر تشيز، واحط لها جبن الموتزاريلا، هم تطلع كلش طيبه ولذيذه جدا زين اني. الخطوه الاولى شنو؟ احضر اسلق الدجاجه. اول شيء احطها على النار، بعدين ورا ما تنسلق اريد افلسها زين اني. هسه احط الدجاج بهذا جدر فارغ زين، واحط المطيبات، احط المي، لان بعدين انا شنو اريد اسلقها. والمي مالتها احتفظ بيه، اسوي بيه شوربة عدس كلش طيب. شوربة العدس تطلع بمي الدجاج زين. ان شاء الله في اليوم اسوي لكم حلقة ثانية شوربة العدس قبل رمضان تفيد يعني زين اني. هسه شنو؟ احط المطيبات مثلا ورق غار سبق وسويت لكم اياها، فدنومي بصرايه وحده، هيل، قرفة زين اني. وهاي الاشياء اللي هي مطيبات، وانتظرها تغلي، واطلع الزفرة مالتها زين اشيلها. وراح ازيد مي بعد، كل مرة احط مي، بس احتاج بعد احط فوقها زين. حضرت جدر صغير اسوي بيه البشاميل اللي هو عبارة عن طحين وحليب وزبد. وحضرت جدر ثالث على مود اسلق بيه المعكرونة زين اني. وبين ما ينسلق عندي الدجاج ويبرد وافلسه، ارجع اراويكم شلون راح اسوي بقية الاشياء مال المعكرونة بالبشاميل. وعيوني هسه بعد ما سلقت الدجاجة وبردت وفلستها هيجي مثل ما تشوفون زين اني، اجتي مرحلة اسوي البشاميل. هنا حطيت المعكرونة بالمي، والمي حطيت بيه ملح، حطيت شوية بيه زيت على مود لا يلزقون مع بعض. بس تستوي هذا اصفيها زين. البشاميل احتاج 3 ملاعق زبد زين، 3 ملاعق زبد، لان الزبد يصير كلش طيب، يصير بيه نكهة الزبد زين. 3 ملاعق زبد. احتاج 4 ملاعق طحين زين، اقليه ويا الزبد. هاي وحدة، اثنين، هاي 3، هاي 4 زين. واقليه ويا الزبد كلش طيبة. هاي المعكرونة يعني الكل يحبها. هذا اتقلى عندي. احضر فد 4 اكوابة حليب، هذا نحطه على صفحة. طبعا ريحة الزبد تجنن من يتقلى ويا الطحين كلش طيب زين. هسه ناخذ 4 إلى 5 حليب، هاي 4 على مود تصير غنية يعني بالبشاميل زين. وأحرك المقادير، راح تشوفوها تسخن عندكم زين. من تسخن يعني من يغلي احط جبن، احب احط لها جبن اصفر زين بالبشاميل زين. خليني انتظره يغلي ويسخن وارجع لكم فاصل ونواصل. وعيوني هسه اني سويت البشاميل تشوفون. ضفت بعدين قلاص خامس من الحليب، لان اريد كميه يطلع لي من البشاميل، لان طيبه تطلع يعني
ليش؟ لان سويت 1.5 كيلو معكرونه. هسه ثخن، شايفين كانه محله صار الطحين والحليب اللي سويته بالزبد. هسه اضيف الجبن، تشوفون جبن الاصفر هذا هم يطيبها، يسويها كلش طيبه. زين احط فوقها بكيفكم، ايش قد ما تريدون تحطون حطوا. زين كل ما تحطون اكثر يطلع طبعا طيب اكثر. زين هسه شنو؟ هسه اطفيها لان خلص صارت. اطفيها لان انا بعدين راح اشويها بالفرن. زين هاي المعكرونه انا شنو اسوي؟ احط طبقه هنا بالبدايه، طبقه معكرونه بالبدايه، واحط لها بشاميل على ما يتشرب كله. زين احط بعد هاي الطبقة، احط لها بشاميل على مود تتشرب. زين هذا كله، لان بعض مرات اذا نحط بس على الوجه ما يوصل يعني للطبقة الاولى، فاحط لها هنا مع شوية. زين هاي الطبقة الاولى من البشاميل. زين هسه احط الدجاج بالوسط. أنا طبعا حطيت ملح للدجاج، حطيت ملح للمعكرونة وشوية ملح للبشاميل. تشوفون هاي الطبقة، أحط شوية فلفل أسود، هم يعطي نكهة طيبة. زين أحط طبقة جبن، هسه جبن موتزاريلا مثلا كيفكم، شكو عندكم موجود بالبيت تقدرون تحطوه يطلع طيب كلش طيب. زين ابقي شويه للوجه لازم احط هذا الجبن الاصفر هم اكمله. هذا خلص. هسه شنو؟ احط الوجبه الاخيره من المعكرونه. وشنو عندكم؟ تبسي مال فرن، صينية فرن مربعة كيفكم، مدورة، كله يطلع. المهم الأكلة مو المهم شكل التبسي. زين هسه أكمل هذا أديره فوقه. زين كله على الوجه يطلع يجنن. زين كله امسحه. ليش حطيت بالبداية؟ لأن خاف ما يوصل ما يوصل للشعب مالت التبسي مالت الفرن. زين هذا شوية باقي هم احطه، ليش حرامات؟ نستفاد من كل شيء. زين وانا مشغله الفرن على 150، اريد اني بس احمره يعني للاكله، يعني لان كل شيء مستوي، كله مستوي، بس اريده يتحمر. هذا الوجه اريده. زين هسه شنو؟ الجبن، الوجبه الاخيره من الجبن الموتزاريلا. ان شاء الله تعجبكم اكلتي هذا اليوم. زين
والمي مالت الدجاج اللي قلت لكم عليه راح احتفظت بيه وراح اسوي شوربة عدس بلكم باكر، واسوي لكم حلقة شوربة عدس تفيدكم. هسه احنا راح يجينا رمضان ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك عليكم. وباكر راح اسوي لكم شوربة العدس بطريقتي، ولا هو ماكو واحد ما يعرف شوربة عدس شلون يسويها، بس راح اراويكم بطريقتي. زين عيني، هذا خلصنا. هسه شنو احطه بالفرن؟ الفرن مشغلته واتركه بالفرن فد نص ساعة. أنا أبقى أراقبه، يعني أشوف الوجه إذا صار لونه ذهبي يعني معناته أوكي، بس المهم نص ساعة على 150 حلو يطلع، يعني على درجة حرارة واطية مو عالية يحترق الفوق ويبقى الجوا. فانتظر نص ساعة إلى أن يصير وأرجع لكم فاصل ونواصل. هلا وعيوني، هسه اجيت بنهاية حلقتي لهذا اليوم اللي هي كانت معكرونة بالبشاميل، يعني معكرونة دجاج ويا البشاميل. تشوفون طلع تحفة. حطيته تقريبا نص ساعة بالفرن على 150 وإلى أن يتحمر الوجه مالته، ودا تشوفون صار فد شي يخبل تحفة. زين إن شاء الله ينال إعجابكم. خليني أحط شوية بهذا الماعون، أريد أراويكم. زين فشي ريحته تجنن، رائع جدا. تشوفون شلون طلع كله غني بالبشاميل والجبن النوعين اللي هو جبن أصفر والجبن الثاني الموتزاريلا. زين عيني، وإن شاء الله حلقتي لهذا اليوم تعجبكم، وباكر إن شاء الله راح أسوي شوربة العدس. أشوفكم باكر إن شاء الله، وأشوفكم على خير. تحياتي.